دراري، السلام عليكم ومرحبا بكم في بودكاست ديما فوت. اليوم عندنا الحلقة جديدة من بودكاست الميركاتو، الحلقة اللي غادي تكون مخصصة بشكل كبير للحلقة الجديدة من إمبافليكس، تطورات 24 ساعة الأخيرة فيما يخص مبابي، التصريحات ديالو، التصريحات نتاع الخليفي، إنريكي في وسط هادشي كامل، لو فيستيير اللي ما عاجبوش الحال من التصرفات نتاع مبابي. باش غادي يسالي هذا المسلسل؟ مبابي باقي في بي جي، مبابي غادي يشتري الريال، مبابي غيمشي فابور، مبابي ما غاديش يمشي، مبابي غيلعب، مبابي غيجلس في التريبون وبزاف مبابي. دونك دراري، مرحبا معنا بالسي معاذ والسي حمزه. سلام مهدي حمزة، الدراري اللي كيسمعونا. الدراري السلام عليكم. نخش في الموضوع على طول. دراري انا صراحه عييت بهذا الموضوع، ما عرفتش بان لكم. المهم انت كبرصاوي عييتي فشنو غادي يقولوا الناس اللي تيشجعوا ريال مدريد؟ لا اظن ان زعما باقي ان شي مشجع حقيقي ديال ريال مدريد يعني مقتنع 100% بالصفقه ديال مبابي لو تمت الى ريال مدريد. صراحه بغيت الدراري نرجع للخط الزمني ديال الحياه ديال مبابي والعلاقه ديالها بريال مدريد. مبابي واحد الطفل صغير، شفنا كاملين التصويره ديالو والبوستره ديال كريستيانو رونالدو موراه، والحلم ديالو انه تيقول لك انني بغيت نمشي نلعب في ريال مدريد. هذه حاجه عرفناها ملي كان تيلعب في موناكو. ابخي موناكو مشى لريال مدريد والعالم البي اس جي عفوا، والعالم كامل تيقول راه مشى باش يزيد ينضج، وباش انه في اخر المطاف انه يجينا لريال مدريد لاعب ناضج. الحاجه اللي كانت زعما لوجيكمون كان خصها تتم في العام اللي فات، كانت زعما كنا عارفين ان الصفقه كانت غادي تتم بشكل زعما عادي العام اللي فات، لولا تدخل رئيس الدوله الفرنسيه. جو بونس يمكن الامير ديال قطر ودوله قطر والخلاص الاداره ديال البي اس جي عطاوه حقوق اللي ما عمر شي لاعب كره القدم امتلكهم. كما قلت يا اخي مهدي، لا ميسي في الطوب ديالو، لا رونالدو في الطوب ديالو، لا حتى لاعب، حيت تو سامبلومون ماشي حيت ميسي ورونالدو ما يسالش، ولكن حيت كره القدم هي هذه، ما يمكنليش تكون اكبر من الفريق. سيرتو الا كنتي لاعب مازال صغير، مازال عندك 24 عام، ملي كتعطيك دوك الحقوق كاملين، ما خصنيش نسميهم حقوق، مي دوك الصلاحيات كاملين، كيسحابك راك شاد الدنيا بيديك. شنو وقع هذا العام هذا؟ مبابي خرج وقال انني غادي نكمل هذا العام هذا مع البي اس جي، ولني العام الجاي راه غادي نمشي في حالاتي، ما بغيتش نغونوفلي. علاش نكمل هذا العام هذا؟ ماشي حبا في البي اس جي بيان سور، ولكن حبا في 90 مليون اورو يمكن جو بونس ديال مكافاه الولاء. شو على اسماء تيخرج لنا مكافاه الولاء 90 مليون اورو. يعني الى بغى مثلا الريال مثلا يجيبوا في هذا العام هذا، خصو الصفقه توصل حتى ل 300 مليون اورو يمكن، وكاين شي وحدين تيقولوا 500 مليون اورو. خرج الخليفي بدايه الاسبوع تيقول لك هذا اللاعب هذا عطاني الكلمه زعما شخصيا، هضر معايا قال لي انا راه غادي نكمل، ولكني الا هو ما بغاش يشد في الكلمه ديالو، وبغى البلاد ديالو تخسر احسن لاعب ديالها فابور العام الجاي، فهذا مشكل ديالو. وتنتفاجئوا بمبابي في واحد الحوار في ليكيب يمكن تيخرج ويطلق النار علانية على الفريق ديال بي اس جي. انا بان ليا يطلق النار على رجليه بعدا، هذاك اللي تيضرب رجليه بالقرطاس هو هذا، حيت راه مازال محسوب على البي اس جي، والريال ما عطاتوش الكلمه. جو بونس با ان الريال مدريد جاش عنده ولا بيريز سورتو جا عنده قال لي راه غادي نسنيو معاك، يعني مخاطره وتقميره كبيره. والخلاصه ديال شنو قال مبابي، الخلاصه زعما اللي بغى يقرا الحوار يمشي يقرا الخلاصه. قال لك انا لاعب واعر، ماركيت 40 هدف هذه السيزون هذه، ماركيت 10 ديال الاهداف مع المنتخب. علاش ما ربحناش تشامبيونز ليغ؟ هذا ماشي المشكل ديالي، انا تندير اللي عليا تنماركي، فيما معناه انني انا اللي واعر، والاخرين بما فيهم الاداره بما فيهم اللاعبين ماشي في النيفو ديالي،
اللي يقدر اللي خولنا اننا نربحوا الشامبيونز ليغ. وقال انني في اخر 5 ديال السيزون انا احسن لاعب احسن بيوتر في الليغ 1. ما عرفتش علاش الانسان اصلا يمكن له يتفاخر بهذه القضيه هذه، احسن لاعب في الليغ 1. وقال ان الفريق بي اس جي فريق مفكك، وهذا الشيء هذا تيرجع ان الاداره يعني مفككه. من بعد هذا الشيء جات ردة الفعل الاولى من عند ناصر الخليفي، تيقول له ما بغيتيش اخويا غيرها، علاش مازال جالس معنا، ما بغيتيش هذا الشيء هذا غيرها. 6 اللاعبين على ما يقال زعما توجهوا بخطاب رسمي للاداره تيعبروا على الانفعال ديالهم وعدم الرضا ديالهم على التصريحات ديال مبابي. عاد دابا ساعه دابا شفت ان ماركا قالت ان ماركا الاسبانيه المقربه من ريال مدريد قالت ان ريال مدريد غير مهتم باش يجيب مبابي في هذا العام هذا، حيت سافا كوزي دي بروبليم فينونسيير، حيت لوبيراسيون يمكن لا توصل ل 500 مليون اورو. هذا يمكن له يعني جوج الحوايج. الحاجه الاولى هو هذا ضغط اكثر من ريال مدريد، والحاجه الثانيه يمكن يكون هذا الخبر صحيح، ان ريال مدريد غضت الطرف بكل بساطه غضت الطرف على انها تتعاقد مع مبابي. لا القيمه الباهظه اللي غادي يجي بها غادي دير لنا واحد الاختلال في الميزانيه ديالنا، لا المشاكل اللي غادي يجي بها. هاد الان المتضخمه رونالدو اكبر انا في تاريخ كره القدم وما كانش درنا هذه الحاله هذه. جا عادي سلام، مشى عند فيرغسون قال له شوف انا الحلم ديالي نلعب في الريال، بغيت نمشي نلعب في الريال. قال له سير الله يسهل عليك. هذا بيلينغهام انا بغيت نلعب في الريال، بغيت نلعب في بلاصه اخرى، بغيت نلعب في الريال. سير اخويا الريال. ما هذا مبابي انا بغيت نلعب في الريال ولكني بغيت الفلوس. ما يمكنش هذا الشيء هذا يتجمع بجوج. يعني القيمه ديالو الباهظه، يعني المشاكل اللي غادي يجي بهم. الحاجه الثالثه هي الرسم التكتيكي اللي غادي يخربقوا لنا كاملين ديجا. يعني ما عندوش بلاصه ديالو صراحه. غادي نجيبوه غير باش نتسناو جبنا مبابي. ما تنظنش، انا تنفضل نجيبو تسعود واخا ما يكونش النيفو ديالو، اللي يمكننا نيفيتيو به هاد المشاكل هادو كاملين. الخلاصه ديال هادشي والراي ديالي في هادشي كامل من الاخر، انا هاد اللاعب هذا بالنسبه لي كمدريدي ما بغيتوش يجي، وغير مهتم بالمصير ديالو. يجلس في البونتوش يجريو عليه، يسنيو معاه كونطرا جديده، يحيدوا الكونطرا القديمه. صراحه جمون فو لاعب لا اتمنى ان اشوفه بقميص ريال مدريد، ان اراه بقميص ريال مدريد زعما في يوم من الايام. هذا الا جا خي مهدي وخي معاذ غادي يطيف لنا على لي مايو، على الرقم ديال المايو ديالو. 7 دابا راه عند فينيسيوس، 10 راه عند مودريتش، غيدير لنا الطياره. عطيوني 10، ما نلبسش انا 22، ما نلبسش 20. اللهم هذا السيد هذا يمشي يدبر على راسه في بلاصه اخرى. هادشي اللي عندي هاد الدراري وصوروا على الاطاله. ويا معاد شي تعقيب كمدريدي ومن بعد نعطيك الراي ديالي. لا شوف، بغينا ولا كرهنا باغمي لي ميور جوور دي موند، وعاوتاني بغينا ولا كرهنا الا عطيتي اي واحد هاد البروفيل في الفرقه ديالك راه ما غاديش يقول لك لا. وفابور سو 200 مليون كما كيتداول الصحف ايتو. مي انا تنقول نورمالمون في هاد العام ما عندوش البلاصه في الكومبوزيسيون نتاع فرقه باش نهضروا تاكتيكمون شويه. ما عندوش فهمتي. خونا حنا عارفينه بارمي الصداعات اللي كانوا منوضه في باري. جيبوا لي ان نوف، جيبوا لي ان نوف كلاسيك، جيبوا لي ان بيفو باش نبقى ندور عليه من اليمين لليسار. هنا دابا غادي يجي للريال، فين غادي يلعب؟ اليسار عامر، اليمين عامر، غيبقى له النوف اللي هو نورمالمون ما تيحملش باش يلعب في هذا البوست اصلا. دونك كما قال حمزه خونا اصلا عقليته، انا جو بونس با، واخا حنا كاملين عارفين العقليه ديالو مريضه يتون ولكن داكشي ما غاديش يدار في الريال. حنا عارفين الريال راه فهمتي كونستيتيسيون كبيره. الفيسير ديال الريال فيها شحال من واحد اللي غادي اللي تيضبط اصلا الامور نتاع الفيسير كامل. ما غاديش يجي برهوش على التولد البارح غادي فهمتي غادي يفرقع زعما انفيسير اللي دازو فيه. المهم بلا ما نقولوش شنو داز فيه، مي فهمتي داكشي ما غاديش يكون في الريال. مي انا تنقول غادي تجيب واحد اللي غادي ديما غادي يكون عليه الضوء اصلا فهمتيني.
دونك هذا راه باغي الى يلعب ايليي وفينيسيوس ما خلاش، فهمتي غادي يكون ديما الصداعات حتى في الصحف، واخا الا ما كان والو في وسط الفيسير، من الصحف ديما غادي القيل والقال وكما قلت لكم تاكتيكمون خونا ما عندوش بلاصه. دونك حتى انا صراحه انا بعدا حمزه بعدا راه كان شويه مش شحال هذه تيقول لك حنا بغينا مبابي يجي مي دابا عاد قلب اللفيسه. مي انا كنت مشحال هذه فريمون تنقول لك خونا ما بغيتوش، فهمتي، لا البارح لا والبارح لا دابا لا غدا، فهمتي. خونا البوست ديالو ايلي دروا، وحنا عندنا ان ايلي دروا وفي نظري المحترم احسن منه. باش نكون واقعي معاك، انا كنفضل فينيسيوس على مبابي، فهمتي. فينيسيوس راه هز الريال هذه دابا 2 بهاد لاج دابا اللي عنده 22 ولا 23 راه هز الريال. شكون اللي هز سيكتور اوفونسيف من غيره؟ هو وبنزيما اللي كان بنزيما العام اللي فات. اما هاد العام راه فريمون فينيسيوس بوحدو هز الريال، فهمتي. مبابي ما قدش يهز باري، واخا عندها نيمار واخا كان عندها ميسي، واياه تقول لي ما عندهمش الكوتش، عندهم نزاعات داخليه ايتو مي خونا ما قدش يهز. عطيني مره هز فيها شي اونيكيب من غير ليكيب ناسيونال في الفينال نتاع الكوب دي موند، فهمتي. خونا كيضرب الكارد فينال، هادشي لا وصلوا له في الشامبيونز ليغ. خونا كيما كنا كنديروا في الصغر كنرسمو تقول اضغط هنا يختفي فلان، فهمتي. خونا كتضغط في الكارد فينال خونا تيختفى، ما تيبقاش، فهمتي. دونك ما تيبقاش داك الكاليبر نتاع ان جوور اللي غادي يدير لك دي ديفيرونس والو. انا جو بونس كليرمون كو فينيسيوس حاليا في هاد لي 2-3 سيزون الاخيره احسن من مبابي. انا بالنسبه لي خي معاد السبب بالنسبه لي علاش ما بغيتوش يجيب ماشي كوتي زعما ماشي زعما الجانب الفني، هو المقارنه ديال مبابي وفينيسيوس. دابا بعدا الا جينا نشوفوا بالانجازات وكذا، بيان سور فينيسيوس غادي يربح زعما اولا تيلعب في الريال، ثانيا دايت شامبيونز ليغ، الشو الاعلامي في ريال مدريد كثر. انا علاش ما بغيتوش يجي تو سامبلومون حيت الشخصيه ديالو بالنسبه ليا ما زعما ما كتوافقش لا ريال مدريد لا الفريق لا حتى حاجه. كما قلتي هو لاعب اي فريق يتمناه، ما متفقش معك. اي فريق دابا خصو يفكر قبل ما يجيبو، بحال الهضره اللي كنا تنقولوا على رونالدو العام اللي فات في الميركاتو ديال الشتا. كلشي كيبعد منه حيت شافوا ان كثر فيه المشاكل، كثر فيه لا بغيت نلعب انا لا ما نقاش هذا ما نقلش بونتوش لا بغيت فاند كارير عاوتاني. الحاجه اللي بغيت نقول هو ان بالنسبه لي اللاعب ماشي هو الجانب الفني ولكن حتى الشخصيه ديالو، بجوج تيمشيو خطاني متوازيين. الا كانت شي حاجه مختله فاللاعب ما تيبقاش مفيد، حيت غادي تجيبو يمكن له يلعب مزيان، يمكن له يماركي لك، يمكن له يهز الفرقه، ولكن اون فوا يوقع شي مشكل غادي الفرقه كامله غادي تخسر. لا انا تنقول علاش شوف علاش تنقول اسمح لي زعما قطعتك. تفضل اخي. انا تنقول بان هذا الشيء اللي راه فيه هو اللي كان عايش مع رونالدو والدوبل تريبل ديالو. لان في هذيك الوقيته ما نساوش بان هذيك راه 2009 لا شوف 2009 غير هنا الفلوس كتار الميدياتيكمون، يعني في الميديا كل شيء مفرقع كل شيء. اما شوف رونالدو كان بعيد عليه سنوات ضوئيه في هذا الشيء نتاع ليغو ايتو، ولكن حيت جا الفيستير لقى فيه راؤول اللي خونا شيخوخ في الفيستير ديال الريال. رونالدو كان اسمح لي خميدي بغيت نضيف على رونالدو في 2000 ما بين 2005 و 2008 الفتره اللي دوز في مانشستر كان جايبو فيرغيسون درب. ما كاينش شي واحد كان تيهز العين في فيرغيسون في كاع داك الاجيال اللي في مانشستر، حيت عارفين كل لاعب فيرغيسون كيجيبو شخصيه. انا تنقول لك ليغو نتاع اللاعبي، ولكن فين كنا تنشوفوه بزاف كنا تنشوفوه في التيران. التيران ليغو ديال متفجر التيران. هادشي علاش تنقول لك في التيران وبرا التيران. لا هادشي علاش تنقول لك حيت جا رونالدو الريال شنو لقى؟ راه لقى راؤول، لقى غوتي، فهمتي. يعني حتى دابا خونا حتى الا جاب هاد ليغو ديالو وانا راه غادي يمشي غير يلقى كروس، غادي يلقى مودريتش، غادي يلقى، فهمتي.
يعني غيلقى بنادم اللي اصلا مدواز والفيستير اخي حاكمو اخي اصلا. اخي مبابي، اخي فهمتيني؟ معاذ، قلت لك اخي مبابي. واش دابا اللاعب اللي تيدخل في هذا، استغفر الله، في الاله ديال كره القدم اللي هو ميسي، تيدخل فيه بكتف وتيتعاند معاه، واش عاد يجي يحترم مودريتش وكل هاد خونا هذا؟ صافي خرج على، انا تيبان لي هاد خونا خرج على الطريق هذا. انا هاد خونا هذا صافي ضربت عليه. ونتمنى من حيت الا جا لريال مدريد، انا عكس كنت قلتي ما غاديش تبقى تشجع الريال، ولكن انا غادي نستمر في تشجيع الريال. ما نتمناش اني نشجع الريال وهاد خونا هذا في الفرقه ديالي. بغيتي اخي مهدي دير شي اضافه؟ بغيت ندير واحد الاضافه نوعا ما من زاويه اخرى. انتم طرقتوا لمبابي وريال مدريد، انا بغيت نتطرق لمبابي والبي اس جي. يعني تذكير بسيط. مبابي العام اللي فات من بعد ما عطاوه الدنيا وكل شيء داكشي اللي بغا، سناو معاه كونطرا ديال عامين بلوس اوبسيون زعما نتاع عام اون بلوس، اللي هو خرج في اول ديكلاراسيون اللي ناض عليها هاد 6 هذا في هذا العام هذا، قال لهم انايا ما غنزيدش داك العام. هذه اول حاجه. دونك خونا عنده عامين في الكونطرا، دوز عام باقي عام. تيست. تظن اننا اظن فقدنا بان السمعتي. فقدنا السيميدي. اعتذر مهم. الدراري ديكونيكطا لي الميكرو. مهم. دونك قلت لكم دوز عام بقى لي عام. يعني البي اس جي دابا في مفترق الطرق، يا اما نبيعوه هذا الصيف وناخذوا الفلوس، يا اما نمشي الصيف الجاي بفابور. كما قال حمزه كاينه 90 مليون تاع مكافاه الولاء الا لعب السيزون الجاي. داكشي علاش هو خرج وقال لهم انا سيدي باغي نجلس، انا باغي نبقى حتى العام الجاي عاد نمشي. واحد حيت غادي ياخذ المكافاه، جوج حيت الا مشى غراتوي العام الجاي بو نيغوسي لو كونطرا اكس اللي بغا. هذه اول حاجه. ثاني حاجه، منين بدات هاد لي ديكلاراسيون من جهه البي اس جي ومن جهه مبابي، واخا تيبان لك بلي بي اس جي راه في بغاد فيغ مع لو جوور، انا تيبان لي راه لو ديرنيي مو باقي عند لو جوور. حيت واخا تبغي تبيعو يقول لك انا ما باغيش نمشي. واخا شنو ممكن دير؟ الحاجه الوحيده اللي ممكن دير البي اس جي انا بالنسبه ليا، ولا اعتقد انهم يقدروا يمشيو في هذا الجانب هذا، هو دي ديسيزيون ديسيبلينير. ان هذا الجوور هذا ما بغيناش يلعب معنا بهذا لاتيتود هذا، غادي يجلس تريبون. غادي يمشيو عنده يقولوا له سوا غادي تتباع هذا الصيف هذا اون توبليج بارتير، سوا ما غاديش تعاود تقيس الكره معنا. وانا ما متاكدش انهم يقدروا يديروا بحال هذه الخطوه هذه. الحاجه الثانيه هو انه يا ان اليمون نوفو في هذا لو فيستير نتاع البي اس جي، هو لويس انريكي. لويس انريكي سي ان انترينور دو كلاس مونديال اللي عنده كاركتير تري تري فور، اللي كان ديجا نوضها مع ميسي على ليبوك، وميسي كان بالون دور في هذيك الوقيته، وكان جلس ميسي وكان غايدابز مع ميسي، وكان ميسي يمشي بسبابه من البارسا. صافي دير باللي سي ان انترينور عنده اون غروند بيرسوناليتي. السؤال هو واش البي اس جي عطات كاع الصلاحيات الانريكي باش يتاخذ كاع لي ديسيزيون اللي هو تيبانوا ليه زعما مزيانين بالنسبه لو فيستير؟ هذه حاجه. وثاني حاجه، واش غادي يقدروا كانستيتيوسيون كاونترينور كالبي اس جي اون جينيرال يجلسوا مبابي ما يلعبوهش، ساشون بلي هاد القضيه كانوا داروها ديجا مع رابي وجلسوه عام كامل ما كانش كيقيس الكره، كان كيهبط يلعب مع لي جون، وكان كيجلس تريبون. دونك انا في لوكا دي مبابي جو نو كخوا با. الحاجه اللي نقدر نقول هو في كاع لي كارت عند مبابي في يديه، البي اس جي ما عندها ما دير، حيت هي ان كونطرا اي سي لوي كي ديسيد. راه هو اللي متحكم اليوم واخا يبان لينا كاع هذا الشيء هذا اللي كيتقال لا من جانب ريال مدريد ولا من جانب البي اس جي، راه هو اللي عنده لو ديرني مو. هير انا تيبان ليا تيحاول انه يستفز ولا يبتز لي دو كوتي بوغ عاوتاني ساتيري بلوس دارجون. انا وليت متاكد من هذه القضيه باللي هذا لو جوور هذا تابع غير الفلوس، حيت كان باغي يمشي فريمون بوغ ان كوتي سبورتيف، كان ممكن يمشي العام اللي فات لريال مدريد ولا لاي فرقه بغض النظر، مع ان الريال الوحيده اللي انتريسي. اما باش تبقى بدوك الفلوس كاملين واليوم تي اون تران دو شيبوتي بوغ كيلكو مليون، مع انك مع شحال من مليون شديتي في هاد الخمس سنين هذه ولا 6 سنين اللي لعبتي مع البي اس جي، صراحه تيبين العقليه ديال اللاعب. حاجه واحده اخرى، شفت واحد التصريح نتاع زلاطان وانا متفق معاه، قال لك باللي ملي كتعطي للدري صغيور بزاف نتاع البوفوار تتبين ليه باللي هو مهم من الكلوب، تي ما سا سباس با تري بيان. وهادشي اللي كنشوفو دابا مع مبابي، لو جوور ولا الايغو ديالو سور ديمونسيوني، حيت حاس براسو اكثر من الكلوب، حيت هو اللي كيقدر يديسيدي في اياتها حاجه.
والكلوب مالوغوزمون اللي هو البي اس جي هو اللي عطاه لو بوفوار هذا مالوغوزمون. وبين باللي البي اس جي ماشي فرقه كبيره اليوم، راه حنا في مفترق الطرق، يا اما يقدروا يقتنعوا ويبيعوه وغادي يخرجوا هما اللي رابحين في هذه الاستوار هذه، يا اما يجلسوا صحاف لي تريبون ويزون لو دروا وغادي يخرجوا عاوتاني رابحين في هذه الاستوار، يا اما غادي يجلس بالسيف عليهم وغادي يلعب وغادي ياخذ الفلوس اللي خصو ياخذ وغادي يمشي الصيف الجاي. وانا متاكد الا كان الصيف الجاي غراتويتمون ما غاديش يبقى غير الريال اللي انتريسي، بزاف نتاع لي كلوب غادي يدخلوا. بوتيت دابا حيت فيها 200 مليون الريال الوحيده اللي داخله، ولكن الصيف الجاي الا لعب هاد السيزون بيان سور وكاين لورو الصيف الجاي ومورا لورو، انا متاكد انه بزاف نتاع الفراقي بما انه غراتوي غادي يوجدوا ليه لو صالير ديالو، غادي يوجدوا ليه اسم عندهم، ما غادي يخلصوا مكافاه وصالير غادي يلقاو سيرتو لي كلوب اونغلي. انا متاكد انه غادي ياخذوا. دونك الريال حتى هي راه في مفترق طرق، يا اما تغامر وتحط 300 ولا 500 مليون كما قال حمزه ما بين لي كوميسيون ولي بريم والصالير الى اخره، يا اما تغامر وتقول الصيف الجاي بوتيتر عنده الكلمه مع انه اخوه بهم 3 المرات وهذه الرابعه بوتيتر. ما نعرف. هنا الريال نشوفوا كي غادي تتعامل مع القضيه، ولكن انا صراحه نفسي نفرات من هذا اللعيب هذا يعني. اضافه مهدي سريعه على هادشي اللي قلتي، فيما يتعلق بان زعما جميع اوراق اللاعب في يد مبابي. خصنا ما نساوش واحد الفاكتور مهم، هو ان الرئيس ديال البي اس جي هو ناصر الخليفي، قطري عنده فلوس بزاف، ويمكن لدوك الناس انهم يتعاملوا مع الفلوس بواحد الطريقه ديال عندي بزاف I have a lot of money, I have a lot of these dollars, I don't need those dollars. صافي اخويا اجلس، نعطيك انا 90 مليون ولكن غادي نعذبك، بغيت نجلسك غتجي الريال غتقول لك بغيت نشري، لا ما نشريش، بغيتو انا عندي مازال عنده كونطرا معايا ما غاديش نبيعو. هذا يمكن له يكون تصعيد من ناصر الخليفي شخصيا، ماشي ولكن من ماشي البي هادشي جي. اللي قال الخليفي، ماشي هادشي اللي قال الخليفي، المهم ماشي هادشي اللي قال. عرفت قال خايف، لك ما ولكن يمشيش شوف باسبور وقال لك ما يمشيش باسبور. راه عرفت، ولكن هادشي كان قبل التصعيد. حنا خويا بغينا نصعدوا، بغينا نجلسوا الرابيو، راه الخليفي شخصيا وليش تبع الضد جدو، حيت هادشي اللي دار صراحه. خليفي يمكن لي سوق خاوي نتخيل يمكن لي نتخيل ردة الفعل ديال الخليفي شخصيا في سوق. هادشي هذا. وما نعرف، ما شوف انا باش صراحه اسمح لي اخي مؤيد نقول لك واحد الحاجه. هاد المسلسل هذا شيق صراحه. شحال ولا انا بعدا ما عمري شفت شي حاجه بحال هكا في الميركاتو، زعما بهذا النيفو هذا ديال الريال والبي اس جي والسوبر ستار وكذا. ما عمري شفت بحال هاد الفضيحه هذه. نشوفوا باش تتسالى. خليفي سوق خاوي وهو عارف بان ما بيديه والو، ان اللي بيدين هو اللاعبي. ديما تيكون المفاوضات ما بين يعني اللاعبي هو اللي تيقرر واش دابا بي اس جي لا بغات تبيعو غا هكاك حتى يفيق خونا غد ليه يقول راه لقيت راسي في السيتي ولا لقيت راسي. مبابي راه ولي عنده يعني قرار الوحيد اصلا. الا باغي يزيد هو اللي غادي يقرر، الا باغي يجدد هو اللي غادي يقرر، ولا باغي ينتقل هو اللي غادي يقرر. يعني دونك مبابي هو يعني خليفي غير دوميه حطها قطر كتكلم. راه شفتوا تبارك الله كثر من الخرجات ديالو في هذا الاونه الاخيره. داكشي باش قلت لك لا مانوفر الوحيده اللي عندهم انهم ياخذوا لو ريسك انهم يجلسوه، يبينوا بلي هم سي اون فغي انستيتيوشن. حيت اصلا سمح لي ولكن هذا تناقض. انت السيمانه اللي فاتت غتقد يعني لان هي راك عارف التباهي في اوروبا وكذا وهذا، ولكن واش تقد تحطو وتقد تغامر تخلي ان جوور دو كلاس مونديال يمشي فابور انا بعدا جو بونس وراه هنا فين كاين المشكل. حيت انا مع كامل احتراماتي، هاد السيد السيمانه اللي فاتت تيقول لك انا باغي نكمل، يعني انت عاجبك الفريق. السيمانه موراها البارح كتقول لي لا سيدي انايا هاد الناس هادو انا واعر وبسببهم باش هادشي سباس با تري بيان. يعني تناقض. علاش نتايا باغي تجلس مع فرقه اللي ما عاجبكش، اللي انت ما مرتاحش فيها، الا كاين غير الفلوس؟ في غير الفلوس ما كاينش شي سبب اخر. في الاخر نتا هاد لو موا هذا خونا راه غادي يشد واحد 80 مليون ولا واحد 40 مليون ولا ما عرف كوميسيون ديالو ديك الساعه عادي ينوض الروينه. ولكن شتي الحاجه اللي عجبتني صراحه انايا من التصريحات نتاع خليفي، هي انه بدات كتبين داك لو باد جاي باللي مبابي راه هو الخايب في هذه الاستوار هذه. بيان سور باش يكرهوه حتى لي فان باش يكرهوه فوالا اكزاكتوم. حيت الا كرهوه
les fans, ça sera plus simple d'appliquer des sanctions disciplinaires à le joueur. حيت voilà دار الفالطه. اما ما حدو ايدول و لو ميور جوور وكل شيء باغيه هذا صعيب انك وهذا الشيء اللي كان تيخلي صعيب انهم يطبقوا عليه اي حاجه ديسيبلينير. حيت مبابي سورتو في فرنسا راه هو لا ستار هو لا ميغا ستار. من لي كلاس بوليتيك حتى ما عرف شكون راه كل شيء تيرك عليه تحت رجليه. دونك المسلسل مازال مستمر. ولكن انا صراحه انا بغيت توقعي الخاص اعتقد ان الريال غادي تسني معاه في هذا الصيف هذا. انا توقعي انه ما عرفتش، ما انا صراحه انا ما فاشل في التوقعات. انا اتمنى ان ما سنيش معاه في هذا الصيف هذا، ولا سنت معاه تنشفوا عاد تسني معاه. ماشي اللي كاين. انا اتمنى تكون هذه هي اخر حلقه على مبابي ان شاء الله. لا مازال مازال. لا لا ان شاء الله صراحه الحلقه الجايه تكون نتمنى الاوفيسيال. الحلقه الجايه تكون الاوفيسيال. نتمنى ان شاء الله سي مبابي ما يجيش للريال باش ما يخيبش مشي لان شحال من واحد صراحه كارهم منهم انا. دونك نتمنى ما نشوفوش في هذه الانستيتيوشن. 60% من لي فان مدريد. لا ماشي على قضيه. لا 90% لا شوف راه دابا شكون اللي مازال عاجبو هاد الدري كشخصيه فهمتي. ما جو بونس حتى شي واحد واخا داك اللي كان ايدياليزيه تو فهمتي. ما انا جو بونس با هذه شخصيه يعجب بها شي واحد زعما فهمتي. انا صراحه بديت تنفر منه من داك البسالات اللي دار مع هاد السيزون هذا، لا مع نيمار لا مع ميسي. لا ما تيفرقوش معايا، لا خلوني انا نتيري بيلانتي، لا ما فرقش معاه. ما تعقلوا على ديك اللقطه الشهيره فاش ما فرقش مع نيمار وصافي غضب وحبس كان غادي تيجري وحبس ما بقاش باغي يجري. فاش ميسي ما تيعطيهالوش تينوض تيبدا فهمتي. يعني بنادم تيبان لك بروش. انت هذيك اللعيبه انت فاش كنا باقيين براش في الدرب، انت انا مول الكره يا اما لعبوني يا اما نحيد لكم كره. سي هاد العقليه هادي. بنادم انا ما عرفتش انا يا معاد انت واثق من الفيستير ولا انستيتيوشن تاع مدريد بلي تقدر تكادريه زعما. ما نعرف انا صراحه عقليه بهذا الشكل هذا تيبان لي صعيب. بدل حيت كما قال حمزه المقارنه مع كريستيانو شويه ماشي تليه. مي المهم نشوفوا باش غيسالي هذا المسلسل دراري هذا. عندكم شي اضافه؟ والله انا الاصل هذا مبابي هذا. هادشي اللي نقول انا طلع علينا في راسنا صراحه. اخويا انا ما نكون انا صراحه كنشجع البارسا. ملي كنشوف المشاكل الماليه للبارسا كنتمنى الريال فريمون تحطات 500 مليون باش على الاقل يغرقوا شويه ماديا وتكافئ الكفه مع البارسا حيت البارسا غارقه ماليا. دونك شوف راه بيريز راه تيسمع البودكاست ديالنا غادي ياخذ هذا الميساج هذا ما غاديش 500 مليون اخويا راه فلوس كثيره. دونك انا متاكد انه ولا دخل في هذه الصفقه هذه راه غادي يدير بزاف نتاع لي كونسيسيون باش يقاد الحسابات. وهذا الشيء ما يكون غير مزيان للبارسا. هادشي اللي كاين. واخا سيدي الدراري شكرا على الوقت اللي عطيتونا. ما تنساوش بينا لي بودكاست ديالنا تلقاوه سبوتيفاي اللي تلقاوه ديما في الديسكريبسيون ونتلاقاو في البودكاست الجاي ان شاء الله.